يا أهلا بكل متابعين إيمان في كل مكان. وحشتوني قوي من الرواية اللي فاتت. جاية النهاردة وجايبة لكم معايا رواية قوية جدا. لكن قبل ما نبدأ رواية النهاردة، عايزة أقول لكم إني نزلت روايتين أجمد من بعض على قناة قصص واقعية. رواية اسمها أولاد العمدة، قوية جدا بجد، من أقوى الروايات اللي نزلت على اليوتيوب. هتندم وهتخسر نص عمرك لو ما شفتهاش. والرواية التانية طفلتين تحت رحمة صعيدة. الرواية دي كوميدية ورومانسية جدا، بنتين هيتخطفوا من شابين صعايدة. رواية النهاردة بقلم الكاتبة الجميلة شغف محمد. يلا بينا فجروا زر اللايك ويلا نبدأ. بتبدأ قصتنا عند بنت جميلة وواقفة بتعيط، اسمها ميان. كانت بتقول لمامتها: كده يا ماما، كده أسبوع كامل حتى ما يجيش ولا يسأل عليا حتى في الفون. شفتي بقى، أنا خلاص تعبت منه. ردت والدتها وقالت: خلاص يا حبيبتي، معلش، هو عنده شغل وانتي عارفة. يعني الشغل أهم مني بقى، صح؟ أول مرة يعملها في حياته وما يكلمنيش طول الفترة دي. كانت مامتها لسه هتتكلم، لقيت الباب اتفتح ودخل منها شاب وسيم عمره 30 سنة ولابس لبس كاجوال. ايه يا قطتي، بتعيطي ليه بقى؟ بو زعلانة قوي من شلبي ومخصماه ومش هتكلمه تاني. لا، معقول؟ انا ما اقدرش على زعل بو. بو دي قلبي، علشان كده جيت وجبت 7 شوكولاتات علشان خاطر بو. كده يا عمران، اسبوع وما تجيش حتى ولا تكلمني في الفون. انا زعلانة منك قوي بجد. عمران بكذب، كنت في شغل برا مصر، والمكان اللي انا فيه ما كانش فيه شبكة تماما، علشان كده ما كنتش عارفة اتصل بيكم خالص. كنت عرفنا طيب، مش هتتكرر تاني ها؟ يعني بو مش زعلانة من شلبي خلاص؟ اطمن يعني؟ ردت ميان وقالت: لا، لسه زعلانة. رد عمران: طيب اعمل ايه طيب علشان اصالحك يا ستي وارضيكي؟ عاوز اخرج، عايز اخرج بره النهارده بس، نفسي اشوف الناس. عمران بغضب: لا، قلت كذا مرة ده مش هيحصل، مستحيل تخرجوا من البيت ده. يا عمران، انا بقالي 10 سنين مش بروح في حتة، اتخنقت ومحبوسة في البيت ده زي السجن. انا جعان يا ماما، اتمنى الكلام ده ما يتكررش تاني علشان انا مش بحبه، فاهمة يا ميان؟ طيب خلاص بقى، ما تزعلش مني، ممكن؟ رد عمران: طيب يا ستي، المهم عندي ان الكلام ده ما يتكررش تاني. مستحيل تخرجي ولا تشوفي الشارع يا ميان، مستحيل. مشيت ميان ووالدته كانت واقفة بتبصله باستغراب، وكان نفسها تنطق وتستفسر زي كل مرة، لكن برضو ما بتلاقيش الجواب. صخر صاحب عمران كان بيكلم عمران في الموبايل. الو، ايه يا صخر، فينك كده من امبارح؟ ما كلمتنيش ولا اي حاجة يعني؟ يا ابني والله انا من امبارح لسه على السرير زي ما انا، مش قادرة اتحرك. عمران قال له يجيله الفيلا. قام صخر ولبس بدلة سودا وحط من العطر الخاص بيه ونزل تحت. وأول ما نزل لقى الخدامة: صخر بيه، الوكل جاهز. لا، أنا مش عايز آكل، أنا رايح مشوار مهم. وبعدين ركب عربيته وكان في اتجاهه لفيلة عمران. حسناء قالت لعمران: عمران، هو مين صخر ده؟ كل مرة بتتكلم عنه لكن احنا عمرنا ما شفناه. ده صاحبي. بص يا عمران، انت من يوم ما ابوك مات انت حابسنا هنا ومش عارفة ليه، وكل ما اسألك تقول بعدين. هو في ايه يا ابني؟ احنا بقالنا كتير قوي محبوسين، هو احنا عملنا حاجة غلط وبتعاقبنا؟ ماما، انا نازل، مضطر انزل دلوقتي، يلا سلام. عمران خد هنا، انا لسه بكلمك، كل مرة كده تسيبني وتمشي. وبعدين مشي عمران، ما كانش واخد باله ان في حد بيراقبه وشاف كلمة السر بتاعت الباب. صخر، عملت ايه؟ قولي. رد عليه عمران: كل حاجة تمام، الصفقة هتتسلم يوم الخميس ان شاء الله. رد صخر: طيب ماشي، بقولك ايه، انا من الاخر كده جعان قوي. رد عمران: طيب كويس، انا لسه ما اكلتش، اهو فرصة ناكل مع بعض وتفضل قاعد معايا شوية ونتكلم بقى على موضوع الصفقة دي براحتنا. اوكي تمام. بقولك ايه، ما تجيب لي ترنج بدل البدلة والرسميات اللي انا فيها دي. طيب اطلع في الأوضة عندي جوه وخد الترنج اللي يعجبك يا سيدي، ما يغلاش عليك. وفعلا دخل صخر الأوضة وبدأ إنه يقلع هدومه. راحت ميان قدام الباب وبدأت إنها تكتب الأرقام لأنها كانت بتراقب عمران، وقدرت توصل للأرقام بتاعت شفرة الباب. يس، فتحته، الباب اتفتح يا ماما. ميان
عمران ممكن يكون لسه ممشيش. لو لسه موجود هنا في الفيلا هتحصل كارثة. لا يا ماما، زمانه مشي، ما تقلقيش. تعالي بقى ندخل أوضته. وفجأة فتحوا الباب، وصخر كان واقف من غير تيشيرت. سمع صوت ناحية الباب، وأول ما لف وشه شاف بنت جميلة جدا واقفة ومصدومة. ايه ده؟ انت مين؟ ميان بكسوف. أنا ميان. ميان؟ انت مين يعني؟ وايه اللي جابك هنا اصلا عند عمران في بيته وكمان في اوضته؟ انا انا اخت عمران. استغرب جدا صخر. دخلت حسناء. انت مين يا ابني؟ رد وقال: انا اكون صخر صاحب عمران. ازاي اخته ووالدته؟ انا مش فاهم حاجه. هو بيقول ان هو اصلا ملوش حد. زي ما انت شايف كده، دي تكون اخته وانا اكون والدته. ايه ده؟ عمران، يا عمران! كان بينادي على عمران. قربت ميان وحطت ايديها على بقه. لا 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 لا، ما تقولش ان احنا دخلنا هنا، ارجوك ارجوك ما تقولش. صخر حس بحاجة غريبة جدا من لمستها، خلت مشاعره تتحرك. طيب خلاص، مش هقول حاجة، مش هنادي عليه. بص يا ابني، احنا في البيت ده من 10 سنين، واحنا مش عارفين اصلا ليه محبوسين في البيت ده. هو كل اللي بيقولوا اني خايف عليكم. وفجأة دخل عمران وصرخ وقال: انتوا ايه اللي جابكوا هنا؟ ازاي تدخلوا هنا اصلا؟ يا ابني، احنا مش هندخل هنا تاني. اوعدك يا عمران. عمران انا اسفة، ما تزعلش مني. اوعدك مش هتتكرر تاني. انت يا عمنا اللي هناك، انت واقف عريان ليه؟ روح البس حاجة الله يسترك. صحيح. ايه ده؟ انا اسف. ولبس التيشيرت بسرعة. عمران، تعالى بره، انا عايزك في موضوع مهم. اخدوا ونزلوا في الجنينة. خير؟ في ايه؟ رد وقال: ليه عملت كده؟ انا مستغربك على فكرة. هددني بيهم، كنت مضطر. هو مين يا ابني؟ مين ده اللي هددك؟ ماكس هددني وقال لي لو اشتغلت تحت ايده هيقتلهم. هعمل ايه؟ كنت مضطر اخبيهم عن عيون العالم، على اساس ان هو يعني مش هيعرف ان هم موجودين هنا. انا عملت انهم ماتوا في حادثة. انا حتى بعد ما بقيت اكبر رجل مافيا مش عارف احمي امي واختي. مش عارف اعمل ايه يا صخر. عمران، هو انا ممكن اطلع الاوضه بتاعتك اللي فوق؟ وحشتني قوي، ممكن ادخلها؟ طيب ماشي، المهم تفضلي قافله البلكونه. فرحت جدا ميان وطلعت فعلا على الاوضه. عاجبك كده؟ والله حرام عليك يا ابني، انا مش عارف ايه اللي انت بتعمله ده. مش هعرف اعيش من غيرها، انت فاهم؟ هما كل حاجه في حياتي، هما اغلى حاجه في حياتي. يا ابني اهدى، اهدى بس، مش كده. خايف علينا من مين يا عمران؟ انا عايزه افهم، ومن حقي ان افهم. ماما انا مش ناقص، ارجوكي سيبيني دلوقتي لو سمحتي، مش عايزه اتكلم. لا، انا لازم افهم ايه اللي بيحصل هنا. ليه حبسنا طول السنين الطويله دي، ما نشوفش هوا ولا نشوف ناس؟ يا ماما ارجوكي هفهمك كل حاجه، بس بعدين، مش النهارده. وبعدين موبايله رن، وحسناء شافت انه ماكس هو اللي بيتصل بيه. اتصدمت اول ما شافته. ايه ده؟ ماكس بيتصل بيك؟ انت شغال مع اللي قتل ابوك يا عمران؟ شكلك كده اتجننت. معقول؟ يعني انت سبت الشرطة علشان دول؟ ماما اسمعي، انا هفهمك. اسمع ايه؟ انت شغال مافيا؟ انت رجل عصابة بعد ما كنت في المخابرات؟ ليه يا عمران؟ ليه تعمل فينا كلنا كده ليه؟ اهدي بس يا طنط، عمران مضغوط. اوعدك ان بكرة ان شاء الله هتعرفي كل حاجة، بس اصبري مع الوقت. هافهم ايه بالظبط؟ ما هو انا بقى عايزة افهم ايه اللي بيحصل علشان اقدر اسكت واستحمل الحبسة اللي احنا فيها دي. يا ماما ارجوكي، انا والله تعبان ومش قادر اتكلم ولا افتح بقي، ارجوكي استحملي وقسوا فيا. عمران، انا نفسي قوي اروح الملاهي، ممكن؟ لا، مش هينفع. انا اصلا مش هينفع انزل النهارده. اوف بقى، يعني انا ما صدقت اصلا انك توافق علشان خاطري يا عمران. أه انا هاخدها، انا هوديها الملاهي يا عمران بعد اذنك. ها عمران؟ طيب ماشي، روحي البسي، انا جاهزه يا عمو. انت يلا اطلع البس، وانا مستنياك على طول. رد وقال: عمو. ماشي، يلا بينا يا عمو. ومن جواه كان بيقول: يلا يا قلب عمو، يا روح عمو، يلا اركبي. ردت ميان: لا 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 لا، مش عاوزة اركب العربية، انا نفسي اتمشى، ممكن؟ ايوه بس الملاهي بعيدة يا مايا، ما ينفعش. مايا؟ مايا مين؟
أنا اسمي ميان. طيب يا ميان، اركبي بقى علشان نروح بسرعة، وبعدين علشان تقدري تلعبي براحتك. حاضر حاضر، المهم أروح الملاهي. وعلى فكرة أنت هتلعب معايا، اتفقنا؟ وبعدين ركبوا العربية، وكان مجهز لها شوكولاتة وكلتها، وكانت فرحانة ومبسوطة جدا في الملاهي. يلا بقى، أنا زهقت، احنا بقالنا كتير قوي في الملاهي، تعالي علشان نروح المول. يو سيبني شوية كمان. وفعلا سابها شوية، وأول ما زهقت راحوا على المول واشترى لها حاجات كتير جدا. أنا تعبت وعايزة أنام، مش قادرة أمشي أكتر من كده. طب يلا بينا، يلا نروح على البيت. وفعلا أخدها وروحها على البيت. عمران، أختك عايزة تنام، أرجوك اطلع علشان تقعد معاها على ما تنام. أنا عايزك في موضوع مهم أوي يا طنط، بعد إذنك. وفعلا عمران أخد ميان وطلع علشان تنام وعلشان يطمن عليها. وبعدين صخر قرب منها وقال: أنا أنا عاوزة أتجوز ميان يا طنط بعد إذنك. استغربت جدا منه حسناء. نعم، أنت عاوز إيه؟ أنا مش فاهماك، أنت اللي شغلك على كف عفريت ولا أخوها المافيا؟ أنا يعني مش فاهم، يعني حضرتك تقصدي إيه؟ أقصد طبعا إني مش موافقة. وسابته ومشيت. ميان ليا يعني ليا، وهتجوزها. تاني يوم عمران كان بيكلم ماكس. ألو، أيوة يا ماكس، خير؟ كيف تخفي عني أختك ووالدتك؟ ما زالوا عايشين. رد عمران: إيه اللي أنت بتقوله ده؟ مين اللي قالك الكلام الفارغ ده؟ عارف أختك فين دلوقتي يا عمران؟ عمران أول ما سمع كده نزل يجري يدور عليها زي المجنون. ميان، ميان انت فين؟ يا ميان! كان بينادي عليها في كل مكان في البيت. ايه يا ابني، هو في ايه بالظبط؟ رد عليه عمران وقال: ميان، ماكس خطف ميان يا صخر. وفجأة سمع صوتها. عمران، هو في ايه؟ انت بتنادي عليا؟ جري وحضنها. انت كويسة يا قلبي؟ في حد ضايقك بحاجة؟ انت بخير؟ اه طبعا انا كويسة، كنت بسقي الورد اللي انا زرعاه، ده كبر وبقى جميل قوي يا عمران، عايزاك تيجي معايا وتشوفه. هو انت مالك زعلان ليه؟ في حاجة حصلت؟ لا يا حبيبتي، انا دلوقتي بقيت بخير وكويس طول ما انت بخير وقصاد عيني كده وكويسة. اوعي تغيبي عني يا ميان، اوعي تتصرفي التصرفات الطفولية دي وتحاولي تهربي من البيت. اوعي يا ميان ارجوكي، اوعي، انا مقدرش استغنى عنك. لا مستحيل، انا بسمع كلامك وشاطره ومؤدبه، وبعدين انت خلتني اخرج اهو بعد 10 سنين واروح الملاهي، ده انا كنت مبسوطه قوي. اوعدك اني هسمع كلامك خلاص. دخل شخص من الباب وكان بيقول: حضرة الضابط عمران والضابط صخر، احنا لازم نمسك ماكس النهارده، هو في مصر دلوقتي. ايه؟ الضابط؟ اتصدمت حسناء اول ما سمعت انه ضابط. كانت فاكره انه ساب الشغل بتاعه وانه اشتغل مع المافيا. ولحد هنا تكون نهاية أول جزء من روايتنا. الجزء التاني هينزل بكرة إن شاء الله، واكتبولي في الكومنت يا ترى حابين القصة ولا لأ، وحابين ننزل الجزء التاني الساعة كام. عايزة أقول لكم إن الرواية دي جامدة جدا، والجزء التاني فيه مفاجآت كتير غير متوقعة. بجد رواية قوية من العيار التقيل، متأكدة إن كلكم هتحبوها. لكن قبل ما ننهي حلقة النهاردة، يا ريت ما تنسوش تشيروا الرواية دي على الفيسبوك أو مع كل أصدقائكم، وتفجروا زر اللايك علشان اللايك بيساعد إن الرواية تنتشر كمان وكمان، وتساعدوا غيركم إنهم يشوفوها. ألقاكم في الحلقة القادمة، هي أجمل إخوات في الدنيا. مع السلامة.